السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم صينية بطاطا خرافة واقتصادية جدا جدا. عندي 1.5 كيلو من البطاطا، غسلتهم كويس وقطعتهم حلقات، وبعد كده هحطهم في الحلة وهنزل عليهم بنص كوباية من السكر، وهولع عليهم النار متوسطة ولا عالية ولا واطية، وهغطي عليهم واسيبهم بقى كده يستووا على البخار براحتهم خالص. وكل شوية كده هفتح عليهم عشان اشوف البطاطا نزلت السوائل بتاعتها مع السكر ولا لا، واشوفها كده هي بتستوي كده بالراحة. طول ما انت موطية عليها، لو عليتي عليها ممكن تشيط منك، فخدي بالك من النار كويس. بصوا بقى، هفضل اهرسها كده بسم الله ما شاء الله بالمعلقة لحد ما تتهرس معايا واتأكد انها استوت خالص. وبعد كده هنقلها من على النار، وبهرسة البطاطس كده ههرسها كويس عشان اتأكد ان مفيش حاجة فيها لسه سليمة او صحيحة. ومعايا هنا كده معلقة من الزبدة هنزل بيها برضو على البطاطا وهقلبها كويس فيها. ومعايا كوباية لبن دافية كده برضو هنزل بيها على البطاطا، وههرسها بقى واقلب فيها كده لما يبقى شكلها كريمي كده معايا وتديني القوام الحلو ده. بعد كده معايا صينية، اي صينية عندك استخدميها، هندهنها كده معلقة زبدة او سمنة، وبعد كده هنفرد فيها البطاطا كده كأننا بنعمل بالظبط صينية بشاميل. هنحط الحشوة بتاعتنا ايه بقى؟ انا ما عنديش الا جوز هند وزبيب، هحط هي الحشوة دي كفاية وهتبقى طعمها خرافة بصراحة. وبعد كده هحط بقية البطاطا من فوق وهسويها كويس، وبقية الزبدة اللي عندي هدهن بيها كده الوش من فوق. وبعد كده انا دايما بحوش القشطة بتاعت اللبن، عندي طبق كده من القشطة، هفرد القشطة كده فوق الصينية واسويها، وهكون مولعة الفرن على درجة حرارة 180، وهدخل الصينية على الشبكة. هي ما بتاخدش وقت خالص، هبص عليها كده اول ما الاقيها بتطلع فقاقيع كده من السخونية هطفي من تحت وولع عليها الشواية، واول ما تديني اللون الحلو ده هطفي عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.